يشعل يحل المباراة. مثلا المباراة اللي الآن تنطلق أمامنا دي الرأل اللي يحاول يضرب الرقم القياسي المسجل باسم دي ستيفانو. 14 هدف هو راؤول، 14 هدف وكرة خطيرة وممكن تلحق المرمى فاضي. جول أول في المباراة. صامويل إيتو أولا وصامويل إيتو ثانيا، وقد لاحظنا خروج كازياس، والآن متبادلة ما بين رونالدينيو وصامويل إيتو. اتحاد أخطر انفراد الآن تلحق الجول. لاعب الذي يلعب الكلاسيكو الثاني لأن لعب في مدريد، وهنا ليو ميسي ينطلق وينطلق رونالدينيو. إيتو اتحاد أخطر انفراد الآن تلحق الجول. ووصلت الى صامويل. مقطوعه المباراه، لا زالت تبحث عن راؤول الكبير، راؤول الهداف، راؤول العملاق، راؤول الغائب الحقيقه في الموسمين الاخيرين. كره ملعوبه وتصل لمصلحه برشلونه. رونالدينيو ممكن يتقدم ويلعب الى صامويل. رونالدينيو حط الجول. من اصطياد وتسجيل الهدف هذا صامويل إيتو. ومرة أخرى رونالدينيو ينطلق كالسهم رونالدينيو، ومباشرة هو يحطها تلحق، ممكن تلحق بالجول. جول ثاني لبرشلونة. إلى شافي مرة أخرى، إلى رونالدينيو، صامويل إيتو إلى شافي أيضا إلى الأمام. كرة تحول أخطر انفراد الآن. جول ميسي مرة أخرى أيضا منقولة تصل إلى رونالدينيو. الآن برشلونة ممكن يشوف جول مثلا في هذه اللقطة، لكن رونالدينيو يتقدم ويلعبها إلى الأمام. جول ما بين برشلونة وريال مدريد. 4 أهداف قابلة جدا للزيادة في مباراة وصلت إلى الذروة، إلى قمة. في كلاسيكو 1 أدارة فاز برشلونة. الآن النتيجة اللي حاصلة أمامنا هي التعادل لهدفين مع هتافات الجماهير، مع تصفيق الجماهير، مع الحناجر. الآن برشلونة وفي الربع ساعة الأخيرة مرة أخرى برشلونة يبحث عن التعديل. هو بحث عن التعديل لما المتقلب بهدف وكرة خطيرة تلحق. جول أخرى لو حدثت عن أشياء أخرى داخل الفريق مع المدرب، مع بعض التصريحات. يعني حتى أن جود يونسون لما خرج فريق برشلونة من دوري الأبطال كان لديه تصريح. انفراد الآن تلحق الجول. ولاحظ أن لاعب الشاب ديلاريد ربما اللاعب البديل القادم في صفوف ريال مدريد. كرة رونالدينيو خطيرة. كبير في المباريات الودية في الليغا، في الدوري، في المباريات الودية في مختلف المناسبات. 10 مباريات، عدد قليل من الحالات السلبية حتى هذه المباراة. وهذا ليو ميسي. عملها ليو ميسي. كل شيء ليو ميسي اليوم. للشوط الثاني من المباراة، من صافرة البداية إلى صافرة النهاية. شكرا ريال، شكرا برشلونة. والله الإثارة حاضرة من الصافر. 3 أهداف. هو لعب الكلاسيكو مرتين، اليوم الاثنين، وبالتالي الآن الجماهير يسعد فيها، في تصوري يسعد فيها فريق أشبيليا المتصدر الذي ينتظر مباراة غدا أمام جمناستيك.
পাগলে